ايه اللي حصل لك يا متين؟ ده انا كان كل حماس وسريع زي السهم وراسي زي التريلا وكنت ناوي اتغير بجد. مش فاهم ايه اللي بيحصل لي ده. هي الورقة اللي كتبت فيها اهدافي ما كانش فيها بركة ولا ايه؟ اكيد معمول لي عمل على ديل جمل. لا لا، الموضوع مش طبيعي، انا اكيد محسود. امي مرع عينها طفل امريكا. الصراحة انا فاشل وضعيف وغبي وربنا بيكرهني، انا اصلا بكرهني. يا رب اموت وارتاح بقى يا رب. يا رب ماليش غيرك يا رب. مالك يا صديقي المتين؟ وجهك عابس وعافف على الذبابة والحشرات وعفرة السنين وغدر الأيام. احكي في المحك وفضفض يا راجل. ايه جيبك فاضي خالي من النقود؟ على الحديد الحميد المجيد العلي العظيم الحمد لله عادي، انا مش معايا جيبة اصلا، والحديدة بعتها جبت بيها كرشة وبضحك اهو وعايش لا أبالي، لا حياة لمن تنادي والدنيا في الزبادي. متين ايه وزفت ايه بس يا مرعد؟ انا طالع متين اهلي، كل ما اقول ابطل هرجع تاني. تبطل تشيل طاجن ستك شلبية يا عم، أجرك على الله. آسف معلش كمل. مش عارف ابطل عادات الزفت دي يا جدع. افلام الهه والسهرة الصباحي وام السيجارة اللي مش بتفارق حنك اللي خلفوني، ومش بصلي. كل ما اقول هعمل واسوي الهواير اللي هرجع تاني للبخت المايل واعمل نفس الغلط وارجع تاني لنفس الدوامة اللي بحاول اخرج منها. وبقالي سنين على هذا الحال، كأني راسي دي فيها حواوشي مش مخ. أموت أنا في الحواوشي. عزيزي المشاهد المتين المتمركز على مقعدك الصغيرة في زاوية الكون الكبير الفسيح، وبعد السلام الوضع كالآتي: عقلك بيحب المألوف أكتر من الصح، المهم إنه متعود عليه. هتقول لي ليه؟ لماذا؟ ليش؟ علاش؟ واي بكواغ؟ هقول لك ده في الحقيقة سؤال ذكي متمركز في صلب الموضوع كتمركزك على مقعدك الصغير. وأنا كأوت انبهرت من ذكاء سؤالك أيها المتين. سبب صعوبة التغيير والإقلاع عن عاداتك ورجوعك لنفس الدوامة هو إن دماغك بيحاول يحافظ على طاقته من خلال الأفعال المعتادة، فبالتالي بيشدك أيها المتين مرة أخرى إلى عاداتك اللي أنت بتحاول تخلع منها. كل مرة بتقع وقوع واقع في نفس الغلط، مش لأنك ضعيف أو فاشل لا سمح الله، بل لأنك بتواجه عقل بقاله سنين حافظ الدور وبيلف ويدور ودواخير يا لمونة. يعني أول ما تقرر إنك تتغير وتستبدل عاداتك اللي مش لطيفة بعادات تانية لطيفة تشبهك، ده اللي بيحصل. بعد إذن معالي سيادة حضرتك على الدغري كده، أنا عايز أغير دكون الكون الفسيح الذي بداخلي. فاهم الكلام أبو المخاميخ معايا على الخط؟ يعني مثلا نشيل السيجارة دي من هنا ونحط مكانها سبحة أو لبانة، واخد لي بالك؟ وموضوع صباع اللي على طول جوه مناخيري ده انساه، اعمل له سوفت وير بالله عليك، عشان البنت حلاوتهم شافتني وكان موقفي زي اللب الني اللي مش متحمص ده، وحاجات كتيره ابو المخاميخ. بس بعدين مش عايز اتقل عليك، واخد لي بالك ولا بالك في حته تانية؟ يا عم ما تفرهدنيش معاك، انا مستحملك بالعافيه اصلا فصلا حالا بالا. انا هرجع اعمل نفس اللي انت عودتني عليه منذ الصغر، صح غلط بقى مش مهم، اهم حاجه عندي احافظ على طاقتي كمخ مستقل بذاته ومتمركز في جمجمتك هذه. ايها المشاهد المتين، يلا مع بعض نفس عميق من الاكسجين النقي. التغيير مش قرار لحظي هوب طاقة تلاقي نفسك اتغيرت، هو صراع داخلي بين وعيك الجديد وعقلك القديم. عركة بنت 60 في 70 في كل الارقام اللي انت تعرفها. طريق مختصر مفيش، وصفة سحرية مفيش. على الاقل خالص محتاج شهرين عشان تتخلص من عادة وتكتسب عادة جديدة حسب دراسة في جامعة لندن، فالصبر يعني. للاسف النوع ده من المعارك عدوك بيكون مخك، فانت لازم تعرف ازاي بتشتغل العادات جوه مخك عشان تعرف ازاي تتخلص منها. الجماعه بتوع التجارب والدراسات زي جامعه ستانفورد بيقولوا ان العادات بتتكون من المحفز والروتين والمكافاه. يعني مثلا انت حاسس بملل وعافف على وجهك الكريم الذبابه والحشرات وعفره السنين، ده محفز فتلجا للنفسين اياهم، وده روتينك الحاجه اللي متعود عليها يعني، فتاخد المكافاه بتاعتك وتتكيف وتستمخ وتتحول من المتين الى المتكيف. مثلا لما تحس بملل وتشعر بعفرة السنين على وجهك الكريم، بدل ما تشرب سجارة امضغ لبانة، ازازلب، اتشقلب. كده انت كسرت الدايرة وابتديت تطلع منها. سجل المواقف اللي بتدفعك للعادة اللي عايز تبطلها، زي التوتر، الملل، او التواجد مع اشخاص بيمارسوا نفس العادة اللي انت عايز تخلع منها. وما تنساش تستبدل العادة ببديل صحي، يعني تشيل عادة وتحط عادة غيرها، لان دماغك العسلية ده مش بينسى العادات لكن بيستبدلها. يعني كأنك بتحايل طفل كده، كنت موت يا حلوة يا بطة، انا بحرسك يا اختي يا قطة. ما تلومش نفسك لو انتكست، وافتكر كل مرة تقع فيها هي فرصة تفهم اكتر، وكل مرة تفهم اكتر هتقع اقل. ولازم تفهم ان اللي ضدك مش انت، ده عقل محتاج ترميم مش حرب. ولو لقيت حد بيحاول مع دماغه، يا ريت تبقى معاه على دماغه، ما تبقاش انت ودماغه عليه. لو حابب تدعمني اضغط لايك واشترك في القناة، ولو مش عاوز تدعمني اشترك في القناة واضغط لايك. سلام.